بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبي الحق ورسول الصدق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، لا زلنا نتحدث عن التابعي الجليل الصابر المحتسب الربيع ابن خثيم، العالم الفقيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذكرنا بالأمس الحوار الذي دار بين هلال وأمية، هلال ابن إساف، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هلال ابن إساف وضيفه منذر الثوري حين ذهب إلى الربيع ابن خثيم، وكان مصابا وقعيد الفراش، وهما يجلسان عنده، ودخل الرجل السائل وقرب إليه الشيخ الطعام الذي هيأته أو قامت بطهيه زوجته من الحلوى. وتعجب ابنه مما فعله الربيع ابن خثيم مع هذا السائل الغريب، والذي يبدو عليه علامات عدم الفهم وعدم الوعي وعدم القدرة على تبصير الأمور وفهم الأمور، إلى أن قال له ما قال في حوار دار بين الابن وأبيه: أنك يا أبتي أطعمت الرجل طعاما لا يدري ماذا أكل. فقال ردا عليه: إن كان هو لا يدري فإن الله عز وجل يدري. وتلا قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وفيما هو كذلك إذ دخل عليه رجل من ذوي قربه. يبقى احنا عندنا اثنين: الضيف هلال والمنذر والسائل، ودخل رجل رابع من أقارب الشيخ التابعي الربيع ابن خثيم، وقال: يا أبا يزيد، قتل الحسين بن فاطمة عليه وعلى أمه السلام. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم تلا قوله تعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الراجل اللي هو أخبر الشيخ بوفاة أو بقتل الإمام الحسين، الإجابة لم تكن كافية، لم يشفه كلامه. فقال له: ما تقول في قتله؟ قال: أقول إلى الله إيابهم وعلى الله حسابهم. كلنا في الآخر راجعين لمين؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ومين اللي هيتولى حساب العباد في الآخرة؟ الله سبحانه وتعالى. قال هلال: ثم إني رأيت وقت الظهر قد اقترب، فقلت للشيخ: أوصني. قال: لا يغرنك يا هلال كثرة ثناء الناس عليك،
فإن الناس لا يعلمون منك إلا ظاهرك. يعني ما تنغرش لما تلاقي المداحين والمعجبين بيك كتير. ليه؟ لأن طبيعة البشر أنهم لا يرون إلا الظاهر، ولا يحكمون على الأشياء إلا بإيه؟ بظاهرها. أما الذي يتولى الباطن ويتولى الغيب هو مين؟ هو الله سبحانه وتعالى. واعلم أنك صائر إلى عملك. كل واحد فينا في الآخرة قلنا بيروح بإيه؟ عمله. وأن كل عمل لا يبتغى به وجه الله يضمحل. أي عمل ما هوش فيه إخلاص لله، العبد لا يتقدم بهذا العمل ابتغاء وجه الله، عمل متروك ماليش أي قيمة. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. خلاص تعمل إيه؟ فقال له منذر، أدي هلال انتهى من الكلام وطلب الوصية، وأدي منذر ابن الرجل الثاني قال له وأوصني أنا أيضا جزيت خيرا. فقال يا منذر اتق الله فيما علمت، وما استؤثر عليك بعلمه فكله إلى عالمه. تمام؟ يعني أي علم تعلمته اتق الله فيه، راعي ربنا في العلم اللي انت تعلمته، والعلم الذي غاب عنك لا تنشغل أنت به، فهو من الأمور التي احتفظ الله عز وجل بها لذاته. يا منذر لا يقل أحدكم اللهم إني أتوب إليك ثم لا يتوب فتكون كذبة. تمام؟ الإنسان يقول لك أنا تبت وهو ما تابش، أنا تبت وما تابش. كلامه دهوت مع ربنا سبحانه وتعالى عده الشيخ من باب الايه؟ الكذب. لا يقل أحدكم اللهم إني أتوب إليك ثم لا يتوب فتكون كذبة، ولكن ليقل اللهم تب علي فيكون دعاء. ادعي ربنا ان هو يتوب ايه؟ يتوب عليك. ولذلك الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك ثم تاب الله عليهم ليه؟ ليتوب. يبقى ربنا يتوب عليك الأول، ومعنى ان هو يتوب عليك يعني يوفقك لأسباب وطرق التوبة، يرشدك إلى معالم التوبة النصوح. واعلم يا منذر أنه لا خير في كلام إلا في تهليل الله. أي كلام تتكلم به يسقط، كلام ساقط، لكن أفضل الكلام اللي هو ذكر المين؟ ذكر لله سبحانه وتعالى، تهليل لله وتحميد لله وتكبير الله وتسبيح الله وسؤالك من الخير وتعوذك من الشر وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر. كل ده الكلام الايه؟ المحمود. ده الكلام المفترض ان هو الانسان يتكلم به، الانسان المؤمن يتكلم ايه؟ يتكلم به. وقراءة القرآن، وقراءة القرآن. فقال له منذر لقد جالسناك فما سمعناك تتملل بالشعر أو تتمثل بالشعر. من ساعة ما قعدنا معاك لغاية دلوقتي ما قلتش بيت من أبيات الشعر، خدت بالك؟ وقد رأينا بعض أصحابك يتمثلون به. ماشي؟ فقال ما من شيء تقوله هنا إلا كتب وقرئ عليك هناك. أي كلمة بنتكلم بها في الدنيا مكتوبة ومحسوبة علينا مش محسوبة. ربنا قال في القرآن الكريم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ربنا قال كده في القرآن الكريم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأنا أكره أن أجد في كتابي بيت شعر يقرأ علي يوم يقوم الحساب. ثم التفت إلينا جميعا. الشيخ نظر للضيوف اللي هم الأربعة، الرجل السائل والرجل اللي هو قريبه ده والاثنين اللي هم هلال والمنذر.
نظر إليهم وقال أكثروا من ذكر الموت فهو غائبكم المرتقب. المدة عامل زي الغريب اللي في سفر، مسيره راجع بلده، مسيره يرجع لأهله. خدت بالك؟ وإن الغائب إذا طالت غيبته أوشكت أوبته وترقبه ذووه. شوف، كل ما مدة الغياب تطول أهله متشوقين لرؤيته. فالمدة هو زي الغريب بالظبط، مهما طالت الغربة راجع ولا مش راجع؟ راجع. وجي قال ماذا تصنع غدا؟ الكلام لي وللكل. ماذا تصنع غدا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم؟ انت فكرت للموقف ده؟ انت عملت للموقف ده حساب؟ حطيت الآيات دي في عينيك وفي ودانك وفي دماغك وفي عقلك وتفكيرك؟ شغلت نفسك بها في يوم من الأيام؟ قال هلال وما كاد الربيع ينتهي من كلامه حتى أذن للظهر فأقبل على ابنه وقال هيا نجب داعي الله. هيروح فين الراجل ده؟ مش احنا قلنا من أول ما تكلمنا قلنا ده راجل أصيب بالفالج اللي هو الشلل النصفي. بيقول لابنه يلا الأذان ادن، يلا نجيب داعي الله. داعي الله ده فاضل 5 دقايق والماتش هيخلص. داعي الله والواد اللي هو بتاع اللي بيعمل المصارعة ده ولا أجيب داعي الله فين؟ يا عم قول الجو برد يا عم بلاش وجع دماغ، ما الليل طويل. طب وفي لو وخدنا الظهر مع العصر ولا خلصنا نفسينا كده؟ انت مكبر الموضوع ليه يا عم الشيخ؟ انت بالك؟ هنا بيقول له هيا نجب داعي الله. فقال لي لنا ابنه أعينوني على حمله إلى المسجد جزيتم خيرا. اللي قاعدين يلا معايا كده ايديكم في ايديا كده عشان ناخدوه للجامع. ده عنده شلل نصف هيصلي في الجامع؟ اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. الراجل مريض وقعيد وملازم الفراش وعنده شلل نصفي ما بيقفش على رجليه وعاوز يروح يصلي في الجامع. ده لو حد زيه النهارده في الزمن بتاعنا ده ما هوش طالع مش جاي من على السرير، ولو صلى يبقى خير وبركه. وبعدين عايزين نصلوا على سيدنا النبي كده. وبعدين يا عم الشيخ الناس دول كانوا يا عم الحاج؟ الطراز ده كان طراز فريد ينظر وجوده النهارده. وبعدين رجاله، صح رجاله فعلا. فقال له فرفعناه فوضع يمناه على كتف ابنه ويسراه على كتفي وجعل يتهادى بيننا. يعني رجليه مش شايلاه، سنة هنا وسنة هو رايح فين؟ رايحين بيه فين؟ على الجامع. رايحين بيه على الجامع هناك عشان يصلي في الجامع. خدت بالك؟ وتلاقي راجل قاعد في البيت كده ويقول يلا يا ولد يلا يا ولد على الجامع. وانت مش هتصلي يابا ولا ايه؟ اصل انا تعبان، اصل انا مش قادر. يا عم عيب يا عم. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. ما هو الواد لما يجي في الجامع بيصلي الواد هيجي يصلي. خدت بالك؟ والواد يجي مش نضربوه ونسبوا له ونشتموه، لا نعلموه ونفهموه الصح والغلط ونقول له الجامع نظامه كذا وادبه كذا وكرسيته كذا ونجربوه للجامع. وبعدين فقال له منذر يا أبا يزيد لقد رخص الله لك فلو صليت في بيتك. ده اللي ذاك يصلي في بيته وده رخصة. وكما أن الله يحب أن تؤتى عزائمه يحب أن تؤتى رخصه. صح ولا غلط؟ ومع أن ربنا قال وأن تصوموا
خير لكم. مش صح ولا غلط؟ هو أجاز للمريض إن هو يفطر وحسب نوع المرض. لو مرض مزمن يفدي، طلع فدية. لكن لو مرض يرجى برؤه، هيصحى منه بعد يوم ولا اتنين، هيقضي، يفطر ويقضي. اللي زي دي ربنا قال فيه وأن تصوموا خير لكم. أنا ما افطرش من نفسي، أمال أفطر بإيه؟ برأي الطبيب، طبيب ثقة. أقول للدكتور وهو بيشخص المرض كده وبيكتب لي العلاج، أنا دكتور إحنا في شهر رمضان أعمل إيه؟ إن قال لك افطر افطر، إن ربنا قال فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. لكن أنت راح تسأل الشيخ في إيه؟ الشيخ يعرف الحقنة دي مداها قد إيه ولا مفعولها قد إيه، ولا يعرف الأقراص اللي أنت خدتها ده؟ لا، كل مجال ربنا سبحانه وتعالى جعل له متخصصين فيه. يبقى أنا عشان أفطر في رمضان لمرض أصابني، الرأي يرجع لمين؟ يرجع للدكتور. يرجع لمين؟ للدكتور الطبيب اللي هو شخص المرض. قال له يا أبا يزيد صلي ببيتك، أنت معاك رخصة. قال له إنه كما تقول، أنت كلامك صح، أنا معايا رخصة فعلا، واللي زي يصلي ببيته، ولكني سمعت المنادي ينادي حي على الفلاح، حي على الفلاح. ما جاش في رمضان قال حي على رمضان، ولا قال حي على الفلاح. ما جاش في الحج قال حي على الحج. ما جاش في الزكاة قال حي على الزكاة. جيه في الصلاة وقال حي على الفلاح، حي على الصلاة. صح ولا غلط؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. ما هو انت صنعته، انت طالع من الورشة بتاعت ربنا، انت الصنعة بتاعته. واللي عنده صنعة بيهملها ولا يبص عليها مرة واثنين وثلاثة؟ يعني انت عندك المكنة مثلا بتاعتك الموتوسيكل، وانت طالع الصبح ورايح شغلك ان شاء الله، تيجي راكب كده على طول، ولا بتقعد تبص على البنزين وتشوف مش عارف ايه وتمسح فين وتخلي فين؟ او البني ادم مننا يا اخواننا مع ربنا سبحانه وتعالى بعد ما صلوا على رسول الله، الانسان مننا، الانسان المسلم مع الله زي الصلاة تماما. ينادي عليك في اليوم 5 مرات، يشوفك ويطلع عليك، ولو عملت غلط يحاسبك ويمحهولك. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من ايه؟ من الليل. وبعدها قال إن الحسنات يذهبن السيئات. شوف بعد ما صلوا على سيدنا النبي، الصلاة كفارة يا اخوانا. الصلاة كفارة لما بينهن إذا ما اجتنبت الكبائر. أنت بتعمل غلطة بين الظهر وبين العصر، تروح تصلي العصر، تقف قدام ربنا تقول الله أكبر استغفر الله العظيم تبت إليك يا رب، ربنا يقول لك وأنا قبلت. تطلع من صلاة العصر تروح لحد لغاية تجيب سيرة ده وسيرة ده وتتكلم كلمتين، تيجي رايح مصلي المغرب يا رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات، أو أنت غفرت له ودعيت اللي أنت اتكلمت عنه كمان. خدت بالك؟ مش معنى كده إن إحنا نقولوا نسهلوها بقى ونخلوها ما تنبلعش، لا، كل حاجة بحدودها. ماشي؟ ازيك يا أستاذنا، الله يكرمك. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. ماشي؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما شرع الصلاة شرعها للإيه؟ إنها كفارة للأخطاء وكفارة للذنوب. فبيقول له لكني سمعت المنادي ينادي حي على الفلاح، حي على الصلاة، فمن سمع منكم المنادي يدعوه إلى الفلاح فليجب ولو حبوا. حبوا يعني إيه؟ يعني لو هتروح الجامع على إيديك ورجليك، اوعى تسمع اللي بيأذن كده ويقول حي على الصلاة وتقول كمان شوية طب اما اخلص مش عارف ايه، طب اما اشوف الهدف بتاع محمد صلاح، طب مش استنى يا عم اهدى يا عم، ما هينعاد الماتش مره واثنين وثلاثه وبدل القناه 10 وهتشوف مرتضى منصور وهو بيشيل الطين على دماغه، وهتتفرجوا بعد على ايام جايه بعد ما صلوا على سيدنا النبي. تبقى الجليل ليه؟ خدت بالك؟ سيبوا بقى يعني متع الدنيا يا اخوانا. يعني بص بعد ما صلى سيدنا النبي لذة الشهوة مدتها قد ايه؟ ثواني. خدت بالك؟ هو الواحد فينا لما ربنا بيكرمه بولد مثلا على ما يتعلم وكان يسافر له سنتين بره، وعلى ما يبنوا له الشقه، وعلى ما يخطب له بنت فلان، وعلى ما يجيبوا الذهب، وعلى ما سنه واثنين خاطب، على ما يجهزوا ويعملوا ويتفقوا والفرح وليله الفرح، ومجرد عيل ما بيدخل بغشته
أنت كأب وهو كابن كزوج، هو بينتقل لمرحلة جديدة وأنت أهم وانشال، مع إنه فرح، بس في دماغك إن هو يعني لذة الدنيا دقائق، لكن الوقفة مع ربنا سبحانه وتعالى ده هو اللي بينادي عليك، بيقول لك تعالى أشوفك، تعالى أشوف أنت عاوز إيه، تعالى تعالى أنا عاوزك. ينادي عليك 5 مرات في اليوم، يشوف حالك معاه، يشوف الإيمان عندك بيزيد ولا نقص، يشوف أنت عملت غلطة ولا عايز صنفرة ولا عايز تتوضى من جديد ولا عايز تحترقون. سيدنا النبي اللي قال كده تحترقون، يعني ايه تحترقون؟ يعني تخطئون بالذنوب والمعاصي والأثام، فإذا أتيتم الصلاة غسلتها، تيجي تصلي تمسح، تروح بيتك تنشغل مع عيالك، اللي بدي يزعلك شويتين، اللي وليه كلمة من هنا كلمة من هنا تخليك تزهق، تيجي تصلي تمسح. وعشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال وجعلت قرة عيني. ولما كان بينادي يقول يا بلال أرحنا، يعني الراحة فين؟ في المناجاة وفي الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. بالك مش احنا قلنا يا جماعة الراجل امبارح اللي هو عروة بن الزبير لما قطعت ساقه اختار الوقت أنه وهو ساجد لله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه في عالم آخر، في عالم التثبيت والتأييد، في عالم الاستقامة، في عالم الإيمان، في عالم الروحانيات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الطريق الصح، استقاموا على الحق، استقاموا على الإيمان، مش إيمان كده في روغان كده شوية كده وشوية كده. يا عم مش عارف أنت هتقول لنا على الواحدة يا عم مش عارف إيه. يا شيخ خد بالك، ما يلفظ من قول إلا إيه؟ إلا لديه رقيب عتيد. أنت عايزها سهلة كده على طول، ما أنت هتتحاسب على أقوالك وعلى أفعالك، واللي يريحك من الوش عدمه. وربنا قال والذين هم عن اللغو. طب أنت مش عايز تبقى من عباد الرحمن ليه؟ والذين وإذا خاطبهم الجاهلون. يا والله العظيم ده آيات تسكن، يعني تخليك لو أنت في حالة غضب لا هتهدى وهتبقى كويس إن شاء الله. قال له لا، أنا أسمع اللي بيأذن لازم أصلي في بيت ربنا سبحانه وتعالى. فمن الربيع ابن خثيم هذا؟ بعد المقدمة الجميلة دهيت كلها ليلتين بنتكلم كمقدمة عن التابعي الجليل الربيع ابن خثيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اهدنا يا ربنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك يا ربنا سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته، ولا هما ولا كربا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا غائبا إلا أرجعته سالما غانما يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، واشف مرضانا، واشف مرضانا، واهلك أعداءنا، ولا تخيب فيك رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وأصلح اللهم فساد قلوبنا. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.